في وقت تتأهل العراق لكأس العالم. مبدئيا بعد فوزنا على الفلبين بالإياب تأهلنا إلى كأس آسيا 2027 وتأهلنا إلى الدور القادم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم. شنو هو الدور القادم؟ بعد ما نكمل هذا الدور راح تصير قرعة، هاي القرعة راح تشيل 18 منتخب من آسيا المتأهلين للدور القادم وتوزعهم على 3 مجموعات، أول 2 من كل مجموعة راح يتأهلون مباشرة لكأس العالم، فبالتالي راح يصير عندنا 6 متأهلين. ايش قد باقي لنا؟ باقي لنا 2 ونص. هسه اقول لك شنو هذا النص. الثوالث والروابع مال هاي ال3 مجموعات اللي هم مجموعهم 6 راح يتقسمون الى مجموعتين، يتأهل من عندهم لكأس العالم مباشرة المتصدرين مال كل مجموعة، تأهلوا 2، ايش قد بقوا؟ بقى نص مقعد. هذا النص مقعد راح يلعبون الثالث والثالث مال المجموعتين هاي الأخيرة ويتأهل منهم واحد، هذا الواحد يتأهل إلى دور اسمه الملحق. بالملحق راح يلعب ويا نفس الفريق المتأهل من دور ملحق بس بامريكا الجنوبيه، او ما اعرف بصراحه من يا قاره بالضبط، بس اعتقد امريكا الجنوبيه، والفائز من عندهم راح يتاهل لكاس العالم. فالعراق باقي له فقط يتاهل من الدور القادم كمركز اول او مركز ثاني حتى يروح لكاس العالم.